هكذا بدت الأجواء في ناحية جلولاء، حياة طبيعية بعدما هدمت هذه المدينة قبل عامين على يد تنظيم داعش، وهجر العوائل التي كانت رحلة معاناتهم طويلة مليئة بالأحداث التي لا تخلو من الحسرات على مدينتهم. من جانب داعش طبعا احنا تأذينا وكنا تهجرنا وترحلنا، عفنا بيوتنا وغراضنا وبذلنا، قسم راحت الخانقين وقسم راحت البعقوبة وقسم راحت للشمال وقسم راحت للجمال. كنا يعني المعاناة من نزوح بلاذا، وهسه بيوتنا محلاتنا مدينتنا نمشي براحتنا. ما قصر الرجال سليم الجبور يعني برجوع العالم، ولما جه استقبل الناس هنا بجلولاء ما قصر وشاف وضعيه جلولاء ونريد الجهود الاكثر من عنده ان شاء الله. هسه رجعنا لمدينتنا الحمد لله والشكر، فضل من الله زين، بجهود اخواننا البيشمركه والاسايش زين، واحتلوا رجعوا جلولاء الحشد والاسايش والبيشمركه والجيش، فضل يعود لهم كلهم. أما الإدارة المحلية فبينت أن جلولاء المدينة الأولى التي يغلق فيها ملف النازحين في العراق رغم الإمكانيات البسيطة ونقص الخدمات. أما الأهالي فشكروا حكومة الإقليم ورئاسة البرلمان العراقي على دورهم بإعادة العوائل إلى الناحية. والمدينة داعش سيطر عليها لمدة 3 أشهر تقريبا، وشفتوا حجم الدمار اللي صار بها، ولله الحمد بعد ما طهرناها من العبوات المختلفة الأنواع بدينا بإعادة العوائل النازحة إلى مدينة جلولاء من يوم 27/12/2015، وبنهاية 2016 احنا قدرنا أن نغلق ملف النازحين، وعدد العوائل اللي رجعت 11,572 عائلة. بعد عندنا ما يقارب 500 عائلة أقل أكثر، إن شاء الله احنا مستمرين بتكملة معاملاتهم. هذا ما خلفه تنظيم داعش في ناحية جلولاء: بنى تحتية مهدمة ونقص في الخدمات، وآلاف العوائل هجرت تحاول الآن أن تمسح الماضي وتبدأ من جديد. من ناحية جلولاء، عمر العبيدي، قناة NRT عربية.